السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غادي ناخدكم معايا في واحد الرحلة في التاريخ، رحلة غادي نرجعوا بها لوحدة من الفترات الذهبية اللي عاشوها المسلمين واللي خلاو فيها بصمة كبيرة في العلم والثقافة. غنهضروا على الأندلس، هاد الأرض اللي كانت بحال الجوهرة وسط أوروبا واللي مازال التاريخ كيذكرها بالفخر والاعتزاز. الأندلس ما كانش غير بلاد ديال القصور والحدائق، كانت واحد الحضارة اللي فيها الناس كانوا كيعطيو أهمية كبيرة للعلم والتعلم. كنا كنهضروا على واحد الوقت اللي فيه كل شيء كان باغي يتعلم، رجال نساء صغار كبار، لاباس عليهم وفقراء. كانت المدارس عامرة والجامعات مفتوحة لكل شيء، والمكتبات فيها كتب من كل بلاصة. واحد المجتمع اللي كان كيشجع على المعرفة وكيحتفل باللي كيبحث على العلم. اليوم في هذا الفيديو غادي نحاولوا نكتشفوا شنو اللي خلى الأندلس تولي واحد المنارة ديال العلم والمعرفة. غادي نهضروا على كيفاش التعليم كان منظم وعلى العلوم والمعارف اللي طورتها الأندلس وكيفاش ساهمت في التقدم ديال البشرية، حتى كيفاش الترجمة لعبت دور كبير في التواصل بين الثقافات، وكيفاش الأندلس كانت واحد المركز ديال التعلم اللي جاو ليه الناس من كل بلاصة باش يتعلموا. الأندلس كانت تحت الحكم الإسلامي من 711 ميلادية حتى 1492 ملي سقطت غرناطة. هاد الفترة كانت معروفة بالازدهار ديالها في مجال العلم والثقافة. في هاد الوقت قرطبة كانت العاصمة واللي ولات وحدة من أكبر المدن في العالم، بجامعاتها مكتباتها ومساجدها اللي كانت عامرة بالعلماء والطلاب. الحياة اليومية في الأندلس كانت كتدور على التعلم والمعرفة، كانوا الناس كيتبادلوا الأفكار والكتب، وكانت المجتمعات ديالهم منفتحة على كل شيء جديد. في الأندلس كنا كنلقاو مدارس في كل مدينة وفي كل قرية، والتعليم ما كانش محصور غير على طبقة معينة. الصغار والكبار، الرجال والنساء، فقراء وأغنياء، كلهم كان عندهم الحق يقراو ويتعلموا. المدارس الابتدائية واللي كانت كتسمى الكتاتيب، هادو كانوا مدارس اللي بسيطة وغالبا ما تتكون في المساجد أو دور خاصة، وكيتعلموا فيها الأطفال القرآن والقراءة والكتابة. من بعد كيكملوا قرايتهم في المدارس الثانوية واللي كانت كتسمى المداشر، وهنا كيتعلموا مواد متنوعة بحال الحساب، اللغة العربية، الشعر، الفقه، التاريخ والعلوم الطبيعية. من بعد كانت كاينة جامعات اللي كبيرة ومشهورة بحال جامعة قرطبة واللي كانت من بين الجامعات الرائدة في العالم، واحدة من الأماكن اللي نقدروا نقولوا عليها بحال جامعة هارفارد أو لا أكسفورد اليوم. الجامعة كانت كتجذب الطلبة من كل بقاع العالم، كانت كتوفر دراسة معمقة في مجالات متعددة بحال الطب، الفلك، الفلسفة، الهندسة وحتى الموسيقى. تخيلوا أن في جامعة قرطبة كانوا أكثر من 600 ألف كتاب، وكانوا كاينين طلبة من مختلف الديانات والثقافات كيقراو جنبا إلى جنب. الأساتذة في الأندلس كانوا كيتعتبروا العلماء ديال داك الوقت، وكانوا كيعطيو أهمية كبيرة للبحث والتجربة. كانوا كيديروا مناظرات فكرية وكيناقشوا بزاف ديال المواضيع بحرية كبيرة. هاد الجو ديال الحرية الفكرية خلى الناس يكون عندهم واحد العقلية مفتوحة ويديروا اكتشافات كبيرة في مجالات متعددة. التعليم ما كانش غير في المساجد والجامعات، ولكن حتى في المكتبات العامة بحال مكتبة الحكم المستنصر اللي كانت كتضم الآلاف ديال الكتب في مختلف المجالات. كانوا الناس كيقدروا يقراو فيها الكتب ويكتبوا نسخ منها، وهذه المكتبات العامة كانت بحال المراكز الثقافية والعلمية، وكانوا الناس كيستافدوا منها بزاف. العلوم في الأندلس كانوا كيتقدموا بزاف، كانوا علماء كيشتغلوا على الفلك وكانوا كيعرفوا كيفاش يحسبوا الحركة ديال الكواكب والنجوم بواحد الدقة كبيرة. حتى الرياضيات كان عندها واحد المكانة خاصة، وكانوا العلماء ديال الجبر والهندسة كيطوروا نظريات جديدة. الطب حتى هو كان متقدم، وكانوا كاينين أطباء كيكتبوا على الأمراض وطرق العلاج، وبزاف من هاد الكتابات مازال كيتستعملوا اليوم. من العلماء اللي بقاو محفورين في التاريخ كنلقاو ابن رشد
اللي كان كيكتب على الفلسفة والفكر، وكان كيعطي تفسيراته على الفلسفة ديال أرسطو. حتى ابن زهر اللي كان طبيب كبير كان عنده بزاف ديال الكتابات في مجال الطب، وهذا الشيء خلى الأوروبيين يتعلموا منه حتى هما. الترجمة كانت عندها دور كبير في التواصل بين الثقافات، وهذا الشيء اللي خلى الأندلس تولي جسر بين الشرق والغرب. المسلمين في الأندلس ما كانوش غير كيتعلموا العلوم من عند راسهم، ولكن كانوا كيتعلموا حتى من حضارات أخرى. كانوا كيتواصلوا مع العلماء في بلاد فارس وبلاد الروم، وكانوا كيجمعوا المعلومات والكتب من كل بلاصة. الترجمة كانت هي المفتاح باش يتنقلوا هاد العلوم والمعارف من بلاصة لبلاصة. بزاف ديال الكتب ديال الفلسفة والعلوم اليونانية ترجموها العلماء في الأندلس للعربية، وبهذه الطريقة قدرت هاد الأفكار تنتشر وتوصل لأوروبا. من بعد حتى الأوروبيين بداو كيتعلموا العربية باش يقراو هاد الكتب ويستافدوا منها. الفن والأدب كانوا حتى هما جزء كبير من الحياة في الأندلس. كانوا الشعراء كينظموا قصائد في الحب والطبيعة، وكانت عندهم قصص خيالية اللي كانت كتجمع ما بين الواقع والخيال. الأدب كان واحد من الطرق اللي كيعبر بها الناس على أفكارهم ومشاعرهم، وكانوا كيتبادلوا هاد الأعمال الأدبية ما بيناتهم. الفن كان كيظهر في البنيان، في الزخارف، وفي الحدائق. القصور اللي تبنات في ذاك الوقت بحال القصر الحمراء في غرناطة كتدل على الجمال ديال العمارة الأندلسية. النقش على الجبس، الفسيفساء والتطريز كانوا كلهم كيعطيو جمال خاص للمعمار الأندلسي. هاد الجمالية بقات حتى اليوم كتأثر في الفن المعاصر. ختاما، الأندلس كانت واحد الحضارة اللي عطات بزاف للعالم. في العصور الوسطى المسلمين قدروا يبنيو واحد المنارة ديال العلم والثقافة، قدروا يديروا واحد البلاد اللي فيها العلم والمعرفة كيفيضوا بحال النهر، بلاد اللي فيها الناس كانوا كيقدروا الحكمة والتعلم وكيحترموا اللي مختلفين عليهم. هاد الحضارة علمتنا بزاف ديال الدروس. أول حاجة علمتنا أن العلم ما كيعرفش الحدود ولا الدين. العلم كيعطي الإلهام لأي واحد بغى يتعلم. الأندلس كانت واحد البلاصة اللي فيها المسلمين المسيحيين واليهود كيتعلموا مجموعين، وكانوا كيتبادلوا الأفكار بحرية. هاد التعايش والتسامح كان سبب في نجاح هاد الحضارة. اليوم خصنا نستلهموا من هاد النموذج باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع بعضنا ونعيشوا في سلام. ثاني حاجة علمتنا أن الترجمة والتواصل بين الثقافات هو اللي كيبني الجسور بين الشعوب. بلا ترجمة الأفكار كتبقى حبيسة والمعرفة ما كتنشرش. الأندلس كانت وحدة من أكبر المراكز ديال الترجمة، وكانت كتربط بين الشرق والغرب، وهذا الشيء خلى بزاف ديال الأفكار تنتشر وتنقل ودار ثورة في الفكر العالمي. وأخيرا علمتنا أن البحث عن العلم والمعرفة هو اللي كيدفع بالناس للقدام. العلماء المسلمين في الأندلس كانوا ديما كيبحثوا على الجديد وكيطوروا اللي سبقوهم. هذا الروح ديال البحث والتجديد هي اللي جعلات الحضارة تبقى حية ومتطورة. حنا كنعيشوا اليوم في واحد العالم اللي فيه التحديات بزاف، وكنحتاجوا نرجعوا لهاد القيم ديال العلم، التسامح والتواصل بين الثقافات. الأندلس كتبقى واحد المثال اللي كيذكرنا بالقوة ديال هاد القيم وكيفاش أنها تقدر تبني واحد العالم أفضل. الحضارة الأندلسية ما ماتتش، ولكن بقات عايشة في الأفكار، الكتب والفنون اللي خلات، وديما غتبقى وحدة من المصادر ديال الإلهام. وصلنا لنهاية الرحلة ديالنا في الأندلس، ولكن العلم والمعرفة ديما باقية ومستمرة. كما داروا الأندلسيين من قبل، حتى حنا اليوم خصنا نبحثوا ونكتشفوا ونتعلموا، لأن هذا الشيء هو اللي غيصنع المستقبل ديالنا. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الرحلة التاريخية وتعرفتوا على الأندلس من زاوية جديدة. ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناة باش تبقوا ديما معنا في الجديد. إلى اللقاء في الفيديو الجاي.